السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ بقى بايه روتين النهارده فعلا دمار. هنقلب الدنيا ونشيل كل حاجه، والشقه دي هتبقى ايه؟ تضرب تقلب. اقول لكم هكسر وهخبط وهعمل ايه. هتشوفوا النهارده معجزات. النهارده هيبقى روتين فعلا ضرب نار. كل ده هيبقى بره النهارده. شوفوا بقى كده واصبروا اصبروا. بس يلا اعملوا لايك واعملوا اشتراك. وبشكر كل اللي دخلوا القناة جداد، وبشكر كل اللي بيعمل تعليق كويس، واللي بيعمل تعليق سلبي طبعا ربنا يهديه يا رب، وبطل نفسنا وبطلوا التعليقات السلبية. وبشكركم كلكم على كل اللي يدخل عندي في قناتي ويكتب لي تعليق، لو كلمة صغنونة خالص بس كتر ألف خير يا رب، بيكبر بخاطره زي ما جبر بخاطري. زي ما انتوا شايفين بقى كده الكرسي بتاع الركن ده شيلته وكسر وصلحته وركبته تاني. ما تخافوش، انا بصلح كل حاجة بتبوظ. هنشيل بقى السجاد ده كده، وهنشيل الركنة وهنكنس تحتها شوفوا اصبروا اصبروا. شوفوا اللعب بتاعت الأستاذ ده. انتوا هتشوفوا في الفيديو ده اللي ما شفتهوش خالص. كل حاجة هتشوفها في الفيديو ده النهاردة. شو السجادة بقى، الدور الأرضي، الحمد لله الحمد لله. خلاص أنا بدأت أزهق منه والله، بس الحمد لله نعمة. التراب بقى مال الدنيا والبهدلة، وكان عندنا يا رب عقبال عندكم في فرح في العيلة، وبقالي كام يوم برا. بقالي والله يعتبر أسبوع برا البيت. وقلت بقى لازم، لا قبل ما اقعد بقى في بيتي وفي شقتي كده اروق الدنيا كده واظبط الدنيا ونشيل كل ده. هنشيل بقى الركنة دي كده نخرجها بره، ونكنس مكانها، ونشيل الستاير ونغسلها، ونظبط الدنيا كده ايه شوية. اه الكرسي ده انا رفعته فوق كده لما اتكسر، وقعدت صلحته لما هبطني. والله مش عارفة الرجل دي كل شوية تقع وتتكسر كده. نخرج بقى كل ده بره، نشيل الحاجات دي بقى كده. بصوا بقى اليوم النهاردة والله، بصوا غسيل وترويق ودهنت الباب. اسكتوا انا شطورت ودهنت الباب. وكان عندي بقى شوية بوية كده فايضين. إيه ده، احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله استعدوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله فيها حاجات جميلة جدا، وفيها روتينات جميلة جدا. هي مش هتبقى روتينات، هي هتبقى حاجات فعلا والله العظيم حاجات كويسة. ويا رب يفرح قلب كل من كان ويسعد كل من كان ان شاء الله معانا. بس ادعوا دعوة حلوة كده ان ربنا يفك كرب كل مكروب ويسد دين كل مديون يا رب العالمين. يلا اعملوا اشتراك بقى واعملوا لايك. ريحة الدهان النهاردة كنت عاملة زي ايه، الله يكون في عون فعلا اللي بيدهنوا والله. بس انا النهاردة شطرت ودهنت باب الشقة بقى، خليته ايه، اي حد عايز يدهن باب ولا حاجة يقولي. هنفك بس الستير دي كده قولوا لا اله الا الله، يلا محمد رسول الله. بقول لكم شوفوا الرطوبة، ايه الحل للرطوبة دي، الرطوبة اللي في الدور الارضي ده. نرجع بقى كده، احنا كنسنا ومسحنا وظبطنا الدنيا. نرجع كل حاجة مكانها بقى، علشان ايه، اوريكم بقى الوقت هتشوفوا الشطارة بقى، وهتلاقوا ايه صنايعي شاطر النهاردة. هنظبط الدنيا.
كل ده هيشال الوقت، الفرش ده كل ده هيشال. انا كنست بس كده وهشيل كل ده دلوقتي وهقفل الباب وهظبط الدنيا. اصبروا بس اصبروا، مش احنا متفقين اللولي صح اهو تضيف العسولة اللي عندنا. شوفوا بقى، صبحوا صبحوا صبح على تيتا. يلا شوفوا بقى، قولوا يلا ايه رأيكم في الجمال اللي عندنا والصباح الحلو ده؟ يلا. بقول لكم صباح الخير، اعملوا لايك. شفتوا الجمال ده؟ قولوا يلا اعملوا لايك. احنا سربناه وروقنا الدنيا اهو، شلنا بقى كل ده. وشوفوا بقى التراب اللي كان تحت السجاد وتحت الركنة اهو بيساعدني اهو. لا كنا كده لسه ممشيناهوش، احنا هنمشيه الوقت، نلم بس الحاجة دي. شوفوا شطورنا ولقينا كنز. هو بيحب يعين الفلوس تحت الركنة، تحت السجادة، تحت المشاية، اي حاجة. المهم بقى الوقت، شوفوا بقى الصنايعي بدأ يشتغل اهو، وهنشتغل بقى وهنظبط الدنيا وايه. استنوا بس اما نظبط كاميرتي. شوفوا اقول لكم، فاضل معايا رول. هدهن بس الشقة، هدهن الباب ده بقى كده، والله هدهنه واخليه زي الفل. ما يغركوش، بس حبة انا دهنت الباب من بره بس. بعد ما دهنته قلت والله بقى لا اشيل فرش الشقة كله واكنس وانضف وامسح كده واصور بقى معاكم. فقلت ايه حبايب قلبي، اللي بيقولوا هو روتين جامد ولا روتين ها لا، هو الحمد لله. اي حاجة بتعمليها بحب او بتعمليها وانتي نفسيتك مرتاحة، إيه بتطلع كويسة. طالما انتي نيتك تجبري حتى لو بخاطر نفسك. انتي لو بتغيري كرسي من مكانه بيديكي طاقة كده يعني، او بيديكي حافز ان انتي عملتي حاجة. فانا طبعا باب الشقة زي ما انتوا شايفين انا كنت ركبته وما دهنتوش. فلما جت الفرصة بقى ان دهنت، كنت بندهن شقة ابني. عقبال عندكم يا رب يتجوز، ادعوا له يلا ربنا يفرح قلبه. فكون البوية دي فاضت من الدهان بتاع الشقة بتاعته، فقلت بقى والله لا جايباها ودهنة بها باب الشقة بتاعي. ايه رأيكم بقى، هرميه؟ لا طبعا. اسكت؟ لا ما اسكتش. قلت لازم بقى ايه ادهن الباب كده واظبط الظباطيط. ايه رأيكم بقى؟ بجد مش روتين حلو ان احنا نقلب الدنيا كده ونظبط؟ بقول لكم شفتوا انفع اهو. قلت والله بقى لا شغاله كده، والله ظبطت الباب وهتشوفوا اصبروا بس اصبروا. ده انا بهدلت الدنيا، يعني مش بهدلت الدنيا وعكيت الدنيا، لا والله ما عكيتش حاجه، حافظت برضه. بس فرحت نفسي ان انا دهنت الباب بتاعي وخليت شكله حلو. على فكره لونه مش غامق زي ما هو في الكاميرا كده، لونه فاتح شويه يعني، اللي هو الشوكولاته ده بس على فكره. فقلت اخلص بقى وهتشوفوا شكله دلوقتي جميل جدا. وجبرت بخاطر نفسي وخليته شكله حلو، عشان اصلا الباب قبل ما يدهن كان شكله وحش وكان بيتوسخ بسرعة يعني، وما كانش يعني ايه عطي شكل حلو كده في الشقة. فقلت والله لا دهنه بقى كده واخليه حلو واظبط الدنيا فيه. علشان ايه؟ عشان تشوفوا بقى كده، ادي لنفسي كده امل ان كل ما يكون عندي حاجة مش محتاجاها اديها لاي حد محتاجها، وانتي وغيرك وغيرك يعني، بدل ما ارميهم يعني. فاهمين؟ فاهمين؟ قولوا فاهمين. فشوفوا بقى، ودهنت الباب خليته زي الفل. استنوا ده انتوا هتشوفوا بقى الشقة الوقت بعد ما كنت قلباها ومبهدلاها وعاملة فيها
السبع معلمين رجعتها تاني زي ما كانت. استنوا بقى، ده انا هخليها زي الفل والله. اهو شوفوا، انا هقفل الوقت علشان بس ايه ما زعكوش معايا. شفتم؟ اهو انا خليتها زي الفل. دي بقى الحتة اللي فوق ديت. والله انا فضلت طول النهار حتى بعد ما فرشت، فضلت طول النهار إيه، كل ما ابص كده اقعد وابص كده الاقي حتة فيها بيضة او حتة مش عجباني، اقوم قايمة جايبة الجردل. شوفوا بقول لكم، شوفوا ايدي عشان تصدقوا ان انا اللي عاملاها. اقوم جايبة البوهية وجايبة الفرشة وعاملة، وارجع تاني اجيب النبض وغسلة ايدي، وارجع اقعد وارجع اعمل طول النهار. ما كانش ورايا شغلانة الا الرولة والجردل بتاع البوهية. يلا بقى اعملوا لايك وشجعوني وقولوا لي اعملي اختراعات جديد، اما نشوف ده انا هبهركم. والله قال لي فاضي عندي شوية بوهية، هجيبهم برضو وادهن بيهم جدار كده في الشقة مش عاجبني، هعمله. ايوه اصل انا بحب الابتكارات على فكرة. شوفوا بقى الشقة عاملة ازاي متبهدلة، بس ولا على مين ولا يهمكم، الوقت هخليها زي الفل. والله هتنضف وهتبقى زي الفل. استنوا مستنوا بس. شوفوا ايه رأيكم بقى كده؟ ولا تشيلي هم حاجة ولا تشيلي هم الدنيا خالص. وقولوا لي نزل لنا تاني اهو، وبيوروكوا شوفوا الباب والدنيا بقت زي الفل. واشوفوا وشكوا بخير فيديو جاي ان شاء الله. واعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. حبايب قلبي اشوف وشكوا على خير ان شاء الله.